انا الناس اللي عايزه تخسر فلوسها هي اللي تجيلي. اي حد معاه فلوس عايز يخسرها، انا طبعا عندي اماكن كتيره نخسر فيها الفلوس سوا كلنا. انا عايز افتح بيزنس عشان اكسب فلوس، ده كلام فارغ. لو سالت سؤال نفسك كده، البيزنس ايه هدفه؟ هتلاقي معظم الناس بترد عليك تقول لك ان هدف البيزنس نكسب فلوس نعمل ارباح. انا حاسس ان لا، ان البيزنس ده يكسب عميل. عارفين ايه اكتر تاني هدف مهم جدا من البيزنس بعد ما يدخل عميل؟ يحافظ على العميل. لو قدرت تعمل الاثنين دول انت قدرت تمسك كل الدنيا في البيزنس. النتيجه الطبيعيه بتاعت ان انت لو جبت عميل وعرفت تحافظ على العميل، فانت عرفت الجارانتي كاش فلو، وعرفت الجارانتي كمان بريسيستنسي في الدفع، فهتعرف تجارانتي ارباح. هيبقى دي نتيجه طبيعيه. فالبروفيت مش الهدف، البروفيت النتيجه. عايز اقول لك حاجه مهمه قوي، اكبر سبب لفشل اي بزنس هو اللو سيلز، هو ان انت ما تعملش سيلز. لانك لو عملت سيلز هتجيب فلوس فتعرف تكمل السايكل، ما عملتش السيلز مش هتجيب فلوس فما تعرفش تكمل السايكل. فان انت يبقى عندك القدره على خلق عميل والقدره انك تحافظ عليه هي قلب اللعبه كلها، هو الجيم كله. ولو جاوبت الاسئله صح في دماغك العجله هتدور لوحدها، هتلاقيها سلكت. وعايزين نحط هنا اغنيه سلكه بنسوق الدنيا عنا استاذ الجميل يوسف عطله، وطريقنا ما فيهش زن خايفين نقولوا لنا حالا دخلنا بنزعل. هادي 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 هادي. لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنتس هنا، هتلاقيني بطلع لك تاني كل يوم.